انت مش بتشوف العالم زي ما هو، انت بتشوفه زي ما نضارة عقلك بتفلتره لك، او زي ما سوفت وير دماغك يرسمه لك. فدي ممكن شخصين عندهم نفس الصفات بالظبط بيتعرضوا لنفس المواقف، الاتنين يتصرفوا بشكل مختلف تماما. واحد ممكن يشوفه فرصة والتاني ممكن يشوفه كارثة. زي المثل اللي بيقول مصائب قوم من قوم يفعلون. فالمطر مثلا ممكن يكون عند واحد مستعجل وعنده مشوار مشكلة أو كارثة، وممكن يكون عند فلاح عنده زرع عيد. المطر هو المطر، اللي اختلف الفكر بتاع الاتنين أو الإطار الفكري للاتنين. طب إيه هو الإطار الفكري ده؟ الإطار الفكري زي ما أنا قلت في المثال هو نضارة عقلك، النضارة اللي عقلك لابسها، أو نظام التشنج اللي عقلك ماشي بيه، واللي بيخليك تشخصنها مع أي رأي أو أي كلام بمجرد إن الرأي ده بيخالف إطارك الفكري ده. أنت هنا مش بتدافع عن فكرة، أنت هنا بتدافع عن أمانك الفكري أو أمان إطارك الفكري. كما لو إن حد بيحاول يهد بيتك، مش مجرد كلام أو نقاش في موضوع عادي. فلو مشينا على التشبيه إن الإطار الفكري هو نظام التشغيل بتاع الدماغ، فده معناه إنه لازم يتحدث، وإنه لازم يتم وقاية هذا النظام من الفيروسات، يعني زي الفيروس. فنقدر نقول إنه لو نظام التشغيل القديم ما بيتحدثش ورافض للتحديث، إن نظام التشغيل ده عليه أفكار وعليه فيروسات المتمثلة في الأفكار السلبية، فمهما نزل لهذا النظام برامج جديدة انت نزلتها عليه متمثلة في عادات جديدة، فهذا النظام هيفضل زي ما هو. وبالتالي الحل هنا انك تفرمته، او بالاحرى تنزل نسخة ويندوز جديدة هيترسم لك عالم جديد. بعد ما عرفنا هو ايه الاطار الفكري، فانا لازم اعرف ازاي بقى بيتكون الاطار الفكري ده عشان اعرف ازاي اغيره، سواء احدثه اضيف له حاجات جديده ايا كان. الاطار الفكري هو خليط مكتسب من البيئه للتربيه للمجتمع والتجارب الفاشله والتجارب الناجحه، يسيطر على الانسان من غير ما يحس انه متسيطر عليه، ويخلي نظره الانسان محدوده، ولكن الانسان بيصدق انه حر في تفكيره وانه غير مسيطر عليه. وهنا الخطوره بقى. فلما بيخالفك حد في الرأي فأنت بتغضب وبتتضايق اعتقادا منك إن رأيك هو الصح، وإنك أنت اللي بتدافع عن الحقيقة وتكافح الباطل من أجلها. وده بيفسر أسباب قيام كتير من الحروب على مدار التاريخ. وبما إني قلت مكتسب، إذا هذا الخليط يمكن تغييره. إزاي بقى يتم تغيير الإطار الفكري ده؟ لتغيير الإطار الفكري 4 خطوات. أول حاجة لازم تبص على نفسك من بره، وكأن ما بقتش انت، بقيت كاميرا مراقبة. كاميرا مراقبة محطوطة فوق راسك، وكاميرا المراقبة دي أو محطوطة في المونتاج. كاميرا المراقبة دي تبقى بتبص عليك وعلى تصرفاتك من بعيد، كأنك انت بتحكم على نفسك، كأنك انت بقيت الفلان اللي بتتكلم عنه، وتشوف التصرفات بقى عاملة ازاي، وتبص على نفسك من بعيد. 2 سؤال النفس، وسؤال النفس ده بقى بيمتد على خطوتين اللي تفتكر موقف مثلا انفعلت فيه، آخر موقف مثلا انفعلت فيه، وتسأل نفسك ليه أنا انفعلت في الموقف ده؟ أو موقف تاني مثلا اتوترت فيه، ليه أنا مثلا اتوترت في الموقف ده؟ أو أيا كان رد الفعل نشأ عندك في هذا الموقف، وليه صدر رد الفعل ده؟ وهنا يجي حاجة مهمة قوي ممكن تسهل علينا ده، دي حاجة عملية تقدر تعملها، وهي التدوين أو الجورنالينج. بالأخص منها أو يعني أنجز منها شوية، ده تدوين الأفكار التلقائية، ورقة وقلم أو أيا كان. حتى لو هتكتب على نوتباد مثلا أو كده، وتكتب أول كلمة تخطر في بالك أو أول جملة تخطر في بالك في وقت الانفعال اللي أنت استحضرته ده، وتشوف أول حاجة بتيجي في بالك كلمة تنافس وتكتبها. خطوة جاية برضه وهي سؤال النفس، هي دي خطوة اختيارية شوية إنها مدهشة جدا. فكرة إن أنت تسأل نفسك عن نفسك وعن الحقائق اللي أنت مصدقها قوي ومقتنع بيها قوي ومستميت فيها، دوافعك في الحياة اللي بتجري وراها. وهي حاجة متعبة قوي إن أنت تسأل نفسك. يعني أنا بسأل نفسي عادي. هي حاجة متعبة إن أنت تسأل نفسك عمال على بطال وعلى كل حاجة وعلى كل شيء. مش كل الناس بتركز في التفاصيل عامة، بس لو أنت الشخص ده فممكن يكون ممكن تكون الخطوة دي ليك. فسؤال نفسك عن نفسك وعن الحقائق والدوافع كده مش كله هيقدر يعملها، بس مش مستحيل. غير إنه ما ينفعش يبقى في حاجة أنت بتحارب عشانها وبتشتغل عشانها وتروح وبتيجي عشانها وبتسعى عشانها وكل الكلام ده، ومفيش سبب واحد على الأقل، ومفيش سبب واحد على الأقل ليه أنت بتعمل كده. الخطوة الرابعة وهي إنك لازم تجرب نفسك في الدنيا. اسمع لناس مختلفين عنك، اقرا حاجات غريبة عمرك ما كنت تتخيل إنك تقراها في حياتك.
جرب ترسم، جرب تبرمج، تغني، تكتب، حتى لو انت مش مقتنع وحتى لو ما عندكش موهبة وأدائك طلع زي الزفت، عادي يا معلم، انت بتجرب لنفسك مش بتجرب لحد. فالمهم هنا مش الفن اللي طلع أو الأداء اللي زي الزفت اللي طلع، المهم انك جربت. سواء غلبت أو اتغلبت أنا برضه هفضل فخور بيك. فالمهم انك جربت، كسرت حاجز كان عندك، خرجت من قالب كنت انت حاطه لنفسك أو محطوط لك. مش فارقة ايه بقى بيحصل بعد تغيير الإطار الفكري. هو إن الرأي مثلا اللي أنت كنت متعارضه أو وجهة النظر اللي أنت كنت بتخالفها بترجع تاني تقتنع بيها، وبترجع تاني تبقى هي الحقيقة بالنسبة لك، وتدافع عنها وتكبح الباطل من أجلها. فده يبين لنا قد إيه الحقيقة نسبية، قد إيه إن إحنا ممكن نكون في وقت من أوقات في جهة، وفي وقت من الأوقات في جهة، وفي الوقت التاني نبقى في جهة تانية. نسبية بقى، أما أينشتاين كده اتكلم عن إيه؟ كنا إحنا بنهزر. خروجك بقى الكامل الإطار الفكري، لو ما بعد بقى إن أنت غيرت إطارك خالص، هنا بقى بتبتدي العبقرية. يحضرنا شوبنهاور واللي بيقول إنه الفرق بين الإنسان العبقري والإنسان العادي هو قلة التقيد بما يتقيد به عامة الناس من اندفاع في سبيل الحياة. إيه الكلام الصعب ده؟ يعني الفرق بين الإنسان العبقري والعادي هو إن العبقري ما بيجريش ورا لقمة العيش أو إن هو يلبي احتياجاته الأساسية من مأكل ومشرب وملبس والكلام ده. يعني الفرق بين الشخص العبقري والشخص العادي هو التجرد من الغرض الشخصي والاندفاع في سبيل الحياة. فكده العبقري ممكن يشوف الحقيقة حتى لو ضد مصلحته، ده ممكن يسيب حياته ورغباته وأهدافه ومصالحه عشان بس فكرة جات له أو حاجة جديدة طلبت كده في دماغه حب يجربها. اللي قاله شوبنهاور ده مش مبرر لطلبة ثانوية عامة. لو انت طالب ثانوية عامة متفرج، انا اشك اساسا لان الفيديوز ما حصلتش اساسا، بس لو انت طالب ثانوية عامة المفروض مش مبرر لطلبة ثانوية عامة او اي طلبة عموما انهم ما يذاكروش، ويقول لك ده شوبنهاور قال كده ان انا لو ما ذاكرتش وما رحتش ورا الغرض ده واركز في غرض شخصي، وليكن مثلا انا ايه ادرس الادب الروسي، شوف مثلا التاريخ المعاصر للإنسان، يعني مش كده خالص. ده مش مبرر، انت كده بتضيق بطرف الفكرة أكتر. التجربة التعليمية هي كنت انت فين مهما كان فيها عيوب فهي برضه بتفيدك وبتضيف لإطارك الفكري، بل وبتشارك كمان في تكوينه. مهما كان فيها بعض من العيوب أو حاجات مضايقاك هي برضه بتكونك وبتفيدك وبتأهلك للمراحل اللي جاية أو لمراحل بعدين، برغم الحاجات دي كلها هي بتكون فيك حاجات كتير صح هتحتاجها بعدين. اتفرج اعمل لايك وروح ذاكر عادي، مبسوط منك جدا لو عملت كده. بيقول برضه شوبنهاور إن كلما كان الإنسان أكثر اجتماعية كلما كان أقل عبقرية وأكثر اتزانا. شوبنهاور أكيد مش محوري حقيقة يعني. لو تسأل نفسك على طول الفيديو فأكيد شوبنهاور هو مش محور الحقيقة اللي هنمشي وراه. فالرأي ده مش مبرر الناس الانعزاليين، طبعا اللي هم انعزاليين بمزاجهم الانتروفيرتس، انهم ياخدوه بقى كمبرر يفسروا بيه عزلتهم ويبرهنوا بيه على انعزالهم. لان العزله اللي اكيد شوبنهاور قصدها، وده المنطق اللي انا شايفه صح، ان العزله هنا لماذا ولهدف. يعني هو منعزل عشان هو يجرب الحاجه الجديده او عشان فكره جديده طرقت عليه كشخص عايز مثلا يكتبها او عايز ينفذها وايا كان. فانت مش منعزل عشان تروح بقى ايه تكمل بقى افلام الادب الروسي وتكتب خواطرك، او ده شيء ترويح عادي. ولكن لو هو ده اللايف ستايل فلا، المفروض هذه العزلة تطلع منها بشيء مفيد ليك وللمجتمع. غير كده مش عبقرية، ليس بعبقرية. الخاتمة، إطارك الفكري إما إن يكون سجنك أو يكون جناحك اللي يطيرك ويطلعك لفوق. أفكر دلوقتي، إيه آخر خناقة اتخانقتها؟ هل كنت بتدافع عن الحقيقة فعلا ولا كنت بتدافع عن نسخة رسمها لك وندوس دماغك؟ ولو حابب تحكي لنا عن موقف غير لك نظرتك للأمور، الكومنتس موجودة هقراها طبعا بنفسي. ولو عجبك اللي اتقال فأكيد إطارك الفكري ده منفتح كفاية اللي يخليك تعمل سبسكرايب. ولو ما عجبكش يبقى إطارك الفكري اللي منعك. جملة الوداع قبل ما أخلص حابب أقول لك ما تخليش ويندوز دماغك يهنجك أو نضارة عقلك تحميك. سلام.